لو مديتي ايدك على تليفوني تاني هقطعها لك. كل ده علشان اكتشفت خيانتك؟ طب وايه الجديد؟ خيانة انت تتهب لي في دماغك؟ هو انت قفشتني مع واحدة في اوضة النوم ولا شايفاني كل يوم بخرج مع نسوان اصرف عليها؟ هي الخيانة بالنسبة لك كده بس؟ ما تعرفش ان الخيانة انواع؟ انك تكلم واحدة من ورا مراتك دي خيانة، انك تهزر وتضحك مع واحدة تانية غير مراتك دي خيانة، ان مشاعرك تروح لواحدة تانية غير مراتك دي خيانة، ان عقلك يفكر في واحدة تانية غير مراتك ولو لثواني دي خيانة، انك تقول كلمة حلوة لواحدة تانية غير مراتك دي خيانة. عرفت بقى دي خيانة ولا لا؟ يا ريت الخيانة كانت زي ما انت قلت كده، ما كانش زمان الست قلبها اتوجع واتكسر واتقهر لما بتقعد تتخيل جوزها بيعمل كل انواع الخيانات دي. هقول لك حاجة بس مش عارفة انت هتفهمها ولا لا. الست لو كانت بتعشق جوزها، الحاجة الوحيدة اللي كفيلة ان هي تخليها تكرهه هي الخيانة. الخيانة بتذبح الست، بتدمرها، بتكسر قلبها، بتحرقها، تخليها تبقى عايشة في طار، وهي طول الوقت عمالة تفكر ان جوزها ابو عيالها قاعد بيكلم حد تاني وبيقول له كلام حلو او بيعمل حاجات تانية اللي احنا لسه قايلينها. الست طول الوقت بتموت لما بتعرف ان جوزها بيخونها. مهما حكيت لك مش هيوصلك احساسي، بس عايزك تتخيل ان لو حصل العكس انت هتحسبها ايه؟ خيانة ولا عادي؟ كل مرة كنت بكتشف خيانتك فيها كنت بتقعد تحلفلي وتقولي صدقيني آخر مرة، وأنا أقول معلش تخربش بيتك يا بنت وسامحي، لكن اكتشفت فعلا إن في طبع عمر ما يغيره، وإن كان على تليفونك أنا مش همسكه تاني ولا هفتش وراك. بس فكر في ربك، فكر في مراتك، فكر في أولادك، فكر في كل اللي منك، فكر في إنك تقدر تعيش حياتك في نظافة مع مراتك، تقدر تعمل كل اللي نفسك فيه بدل ما تدور على واحدة تانية بره وتعمل حاجة غلط. طب اتجوزت ليه؟ بلاش تخرب بيتك وتدمر دنيتك لمجرد شوية نزوات في حياتك. خاف ربنا واعلم إن أنا مهما كنت مغفلة هو طول الوقت شايفه.